ازيكم عاملين ايه؟ انا سلمى من قناة سلمى فاني، والنهارده رجعنا لكم فيديو جديد. وفيديو النهارده يكون عن تحدي. ايوه، فيديو النهارده يكون عن تحدي بيني انا ومازن. ايوه فعلا، بيني انا ونور. مش بس كده، ده انا معاكي يا نور انتي ومازن. ايه ده يا سلمى، انت هتعملي معانا التحدي؟ ايوه يا نور، هعمل معاكم التحدي. ده شكله هيبقى جامد. ايوه هيبقى جامد جدا. طيب التحدي هيبقى ايه؟ التحدي يا نور هو يوم كامل بألوان مختلفة. ترى المهم بقى التحدي هو يوم كامل بألوان مختلفة، وطبعا هنختار الألوان كده يعني، وانا عارفة الألوان هتبقى ايه، بس مش هقول دلوقتي. هتقولي امتى يعني؟ هتقولي امتى؟ لما نوصل ان شاء الله. ايه ده لما نوصل فين؟ استني، ما هو الكلام هيجيب بعضه دلوقتي. ايوه يا سلمى، صحيح ان فين يعني؟ هو انت هبل يا مازن؟ ليه يعني اهبل؟ ليه ما تقوليليش اهبل دي خالص؟ ما انت اكيد اهبل يعني، واقفين على سكة الحديد وتقول لنا احنا فين، تبقى انت اهبل فعلا يعني. ايوه فعلا يا مازن، وما تسألش السؤال الغبي اللي زيك ده. نور، ما تتكلميش معايا. انا ما بتكلمش اصلا مع اللي ما بيعرفش يتكلم. كده تهينوني على اخر الزمن. ايوه مازن فعلا، انت ما بتعرفش تقصف خالص. نور على طول هي اللي بتقصفك كده. ايه ده، ما عندكش جبهة؟ يا سلمى، هو باين ما عندوش جبهة اصلا عشان تتقصف. ماشي خلاص. انا ما عنديش جبهة بقى وما بعرفش اتكلم اصلا. ماشي خلاص. ايه ده يا مازن، انت زعلت؟ خلاص بقى، فكك. بس بصراحة نور بتعرف تقصف جامد. ايوه فعلا بعرف اقصف جامد جدا يعني. ممكن تدخلوني تحدي قصف وانا هقصف جبهاتكم كلكم، مش هخليكم اصلا يبقوا عندكم جبهة. يلا بقى كده بسرعة، يلا بسرعة، يلا. ايه في ايه يا سلمى؟ انتوا هبل يعني، واحنا هنخلينا واقفين طول الوقت على سكة الحديد؟ افرضوا القطر فعلا يعني فجأة كده راح ماشي يموتنا بقى، صح؟ ايه ده الهبل بتاعنا ده؟ المهم بقى دلوقتي احنا هنسافر مدينة اسمها تيب توب توبس. تيب توب توبس. ايوه تيب توب توبس. طيب ماشي. هنسافرها بقى عشان هنروح بيت جديد. بيت جديد؟ ايوه. طب وبيت التحديات؟ خلاص انا بعته. احنا بقى هنروح بيت جديد هيكون صغير شوية كده وشكله حلو عشان نعمل فيه التحدي وكده. ماشي. يلا بينا بقى، يلا. خلاص بقى اون تايم، يلا بسرعة. يلا بقى ندخل. يلا. صوته مضحك جدا. طيب يا نور بطلي بقى وما تلعبيش في الممتلكات، انت كده بتخربيها. ماشي، اسفة، ماشي. يلا بقى دلوقتي احنا خارجين من القرية دي عشان نتوجه لمدينة تيب توب توبس. يس. المدينة بدأت تظهر بجد، شكلها حلو. ايوه فعلا، المباني والشجر. ايوه الشجر ده هتشوفوه ان شاء الله. عشان البيت لما نروحوا كده هتشوفوا الشجر ده برضه وكل حاجة. ده شجر زهرات الكرز. ايوه شجر زهرات الكرز. زهرات الكرز بقى اللي بيتابعونا كلهم في الشجر ده. ايوه. ده الألغاز اللي في المجلة دي صعبة جدا، بس أكيد هقدر أحلها. إيه ده، نور ومازن نمتوا؟ نور اصحي، مازن ما بيصحوش ليه؟ أكيد نايمين قوي يعني، تلاقيهم كانوا عايزين يناموا كده. طيب أنا هدخلهم وهنيمهم جوه على السرير في أوضة النوم. كويس جدا إن هم عاملين أصلا أوضة نوم في القطر وكده. أدخل بقى. أيوة كده بقى يناموا لحد بقى ما نوصل، وأنا بقى هقعد هنا. طبعا يا جماعة دلوقتي احنا وصلنا البيت الجديد. ايوه بصراحة حلو جدا وتصميمه حلو جدا. ايوه يا سلمى فعلا حلو جدا زي ما انت قلت لنا، وكمان في الشجر زهر الكرز. ايوه في كمان شجرة زهرة الكرز بره اهو، شايفينها؟ فعلا بيت جميل جدا. وفي بلكونة بجد شكله حلو. طيب يا سلمى بقى عايزين نعرف الالوان بتاعت التحدي. ماشي يلا بقى عشان اقول لكم: احمر، اصفر، بنفسجي، ابلة، حصة، استاذتي.
ايه الأغنية دي بتفكركوا بحاجة؟ ايه ده؟ ممكن تكون بتفكرني. فعلا. قصدك هنعمل ال3 ألوان دول؟ أحمر أصفر بنفسجي. أيوة، بس هنستبدل الأحمر والأصفر بلونين تانيين. ليه يعني؟ عشان احنا عملناهم مرة في التحدي بتاع العائلات. فاكرة التحدي بتاع ما بين عيلتك وما بين عيلة مازن؟ عملنا لون أحمر وأصفر، فاحنا بقى هنشيل اللونين دول عشان عملناهم مرة وهنعمل لونين تانيين. طيب هيكونوا ايه؟ اللونين التانيين المناسبين هما الأخضر والأزرق. أخضر أزرق ليه؟ هما دول بقى اللونين التانيين اللي ممكن يكونوا مناسبين وكده، وكمان لايقين مع الأغنية. طيب قوليها كده. اهو: أخضر أزرق بنفسجي. صحيح، دي لايقة. ايه اللي أنا بقوله ده؟ فعلا ماشي. طيب اختاروا بقى الألوان، مين اللي هياخد لون كذا وكذا وكذا؟ لا يا سلمى، قولي انتي، عشان لو قلت لنا نختار انا ومازن هنتخانق وهنعمل مصيبة كبيرة يعني. ماشي، هختار انا مين اللي هيكون ليه الالوان وكده. انا هكون اللون البنفسجي، وانت يا نور هتكون اللون الازرق، ومازن هيكون اللون الاخضر. ايه؟ ليه 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 بس ليه؟ طيب انت كنت عايز تكون ايه يعني؟ اللون ايه؟ انا كنت عايزه اكون انا الاخضر، الازرق قصدي. وانت يا نور موافقه؟ ماشي، انا بحب اللون الاخضر، اصلا اللون الاخضر حلو برضه. طيب نور الاخضر ومازن الازرق وانا البنفسجي. هيا فلنبدأ. طبعا أول مرحلة هتكون الغرف وكده. ماشي. عرفت. كل واحد هيصمم غرفته، والغرفة دي هتكون بلون التحدي. يعني أنا هصمم غرفة باللون الأزرق صح؟ وأنا كمان هصمم غرفة باللون الأخضر. أيوة، وأنا هصمم غرفة باللون البنفسجي. طبعا هما البيت فيه 5 غرف، فانا هاخد غرفة ومازن غرفة ونور غرفة، مش كل واحد هياخد غرفتين، فاحنا هنسيب غرفتين يعني مش هيتعملوا. ماشي؟ طيب يلا بسرعة، يلا. وبس كده نكون خلصنا. ايوه خلصنا طبعا. انا خلصت اوضتي وانا خلصت اوضتي. وهي دي الغرفة بتاعتي، عملتها اهي باللون البنفسجي وبجد شكلها عجبني جدا. وهنا حطيت الاكل، وطبعا يعني نور ومازن برضو حطوا اكل وكده يعني، عشان المرحلة التانية هي اللبس ولون شعرنا وكده يعني. استنى بقى، انا هروح اوريكم اوضتي دلوقتي. هي دي اوضتي يا جماعة، عجبتكم؟ انا متأكدة ان هي هتعجبكم، شكلها حلو جدا وديكور بسيط وكده يعني. ايوه هي حلوة يا نور، بس بتاعتي هي احلى منك. والله لا يا مازن، بتاعتي انا الاحلى. حلوة جدا يا نور. يلا بقى عشان نروح على غرفة مازن. هي دي اوضتي. ايه ده، حلوة جدا. حلوة جدا يا مازن. اعترفتي صح؟ هي دي اوضتي اهي، باللون الازرق وديكورات حلوه جدا يعني. وهنا طبعا الاكل اهو، وشكلها حلو جدا يعني. مش اتمنى ان انا اللي افوز يعني. يلا بقى عشان المرحله التانية دي هتكون اللبس وكمان الشعر. يلا بينا. دلوقتي بقى احنا صبغنا شعرنا ولبسنا اللبس لون التحدي بتاعنا. انا لبست بنفسجي، وانا لبست اخضر، وانا لبست ازرق. بس اللون بتاعي انا وانت يا مازن فاقع جدا بتاع الشعر. ايوه بصراحه مش عاجبني جدا. ولا انا، بس هنضطر نكمل التحدي. بس انتوا بس ايه، حاولوا تقيموا الاوض اكتر. انا اللي اصلا شكلي حلو جدا يعني. بس كده، هي دي اوضتي. ولو عجبتكم كده ما تنسوش تصوتوا لي تحت في التعليقات وتقولوا نار وتصوتوا كده كده كده. ماشي؟ اوضتي جميله جدا. هقعد بقى اكل وهعمل كل حاجه في الاوضه دي النهارده. وانا هي دي اوضتي. ولو عجبتكم ما تنسوش تصوتوا لي تحت في التعليقات وتقولوا مازن موزه موزه موز 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 موز، وتقولوا لي كده في التعليق تحت في التعليقات. اكيد اوضتي حلوه جدا. هقعد بقى اشرب العصير وهقعد بقى في الاوضه طول التحدي.
اوه يا الله، بجد اللون الشعر فاقع جدا. انا عارفه ان انا هخسر اكيد، بس ما تنسوش تصوتوا لي تحت في التعليقات وتقولوا مين اللي هيكسب، انا ولا نور ومازن. واكتر اوضه عجبتكم قولوا تحت في التعليقات هي اوضه مين. بس بصراحه الغرفه عجبتني، انما انا كده سلمى مش عجباني جدا. ماشي يلا بقى.